الور هاد الفيديو ربما غيطلع لكم الدم مزيان وغادي يحزنكم وغادي يشعل فيكم العافيه، ولكن بيني وبينكم بغيتها لكم. عييت ننصحكم، بغيت ديروا مشاريع ديروها في البلادات فين ساكنين، وداك طلعوا هبطوا ديروا المشاريع في المغرب. عرفتكم اش كديروا؟ كتمشيو لبلاد الفوضى باش ما تخلصوا لا ضرائب وما تخلصوش الناس وديك الدار ديال القبر وداك الصداعات. كتمشيو كتاخذوا المعاونات في اسبانيا وفرنسا وتقولوا لهم حنا ما عندنا خدمه ولا. وداك الطلاق المزيف كتهضري انت وراجلك طلقني ومن بعد ترجعوا بالفاتحه، وانت راه عندهم مطلقه كيعطوك معاونه ويعطوك الدار ويعطوك الصالير ويخلصوك على ولادك. وديري الراجل ما خدامش والراجل راه خدام بالنوار وانت خدامه بالنوار، كتجمعوا المليونات كتشريو دار في مراكش ودار في طنجه وفرحانين ناشطين. هاد الناس هادو دار لهم قانون خاص في الحكومه المغربيه، وهذا القانون ما غنقولوش الحكومه المغربيه خايبه، نو، بز منها، لان هي داخله في النظام الدولي. فاوروبا بركات عليها وقالت لها غادي تسني معنا، والا غادي ناخذوا بزاف ديال القرارات ولا غنحرموكم بزاف ديال الحوايج. يعني الحكومه المغربيه مرغم عليها انها تسني هذا القانون وتحاسب ولادها. كانوا بكري كيقول لكم اجيو مرحبا وجيبوا فلوسكم وكانوا معكم صادقين، راه ماشي كذبوا عليكم. ولكن اوروبا ناضت 28 دوله ولا 30 دوله، ناضت المغرب اما غتسني ولا نصيفط هاد الناس ديال الكاع كلهم يمشيو عندك، وراه ملايين في الجاليه. دونك لا بدات تسني. شنو غتسني؟ سنينا على قانون انك تعطينا كاع المعلومات. هاد السيد واش عنده هاد السيد اللي ساكن عندنا في فرنسا وعطينا الاقامه وعطينا الجنسيه، كياخذ عندنا ما عندنا، كياخذ المساعدات وكل هادشي. دونك كندوروا معاه الدراري وكل شيء، وشي مطلق وشي واش عنده شي عقار، عنده. المغرب خصو يبحث عليك ويعطيهم الحقيقه، عنده. واش عنده عقار واحد ولا جوج، عنده ثلاثه. عنده شي شركه، عنده. عنده شي سياره، عنده. شحال عنده في الكونت؟ عنده 60 مليون. لا اله الا الله. وكاس كيجي كيدي عندنا مطيشه والعصير والحليب سباكيتي والعدس واللوبيا، وكيقول لنا ما عنديش ما خدامش. منين جاب هاد الفلوس؟ كيقول سيدي انا كيدوز هادشي في البنك الشعبي وكلشي، احنا عطيناكم معلومات كامله. خي بيان، اش غدير فرنسا واسبانيا؟ اجا ولدي انت سميتك مقراج محمد، وانت؟ انا مرتو لطيفه بالبوراس. اجا بوراس واجا مقراج. اش كنتو كتاخذوا المعاونه وانتم عندكم الملايين في المغرب، عندكم 60 مليون، عندكم ثلاث العقارات؟ لا هادو ديال ما عرفتش داكشي، ما تعطاش سكوت. نسيت الورقه اللي عمرتو، الدوسي اللي عمرتو في المساعدات. ملي كنعطيكم مساعده كتصرحوا بالشرف، وداك الصراح بالشرف يقدر يدخلك للحبس. تصرح بالشرف، حنا كنثيقوا بكم. انا ما عندي حتى ريال وما خدامش ومطلقه. اتضح لنا بانك انت وراجلك دايرين مشروع ودايرين كونط واحد وعندكم ارض وحده في سميه وحده. كيفاش انتم مطلقين كديروا مشاريع بعضياتكم؟ وكيفاش انت مطلقه وتلاقي مع راجلك وكدوزوا كونجي وعندكم كونط واحد في البنك؟ ما عليناش، خلي الطلاق. وكيفاش كتعمروا لنا اوراق بين ما عندكم حتى ريال؟ الفقراء ما عندكم ما تاكلوا، كنعطيكم الدار ونعطيو لولادكم ونعطيكم كذا وتقراو فابور ونسلفوكم وندير لكم صالير وانتم خدامين في النوار. لا انا ما خدامينش في النوار. منين جاو هاد الفلوس اللي عندك؟ يلاه انا نعطيكم 10 ايام تجي في هاد الفلوس. منين جاو هاد الفلوس اللي ديتو من هنا؟ وكيفاش دوزتوهم؟ وكيفاش خرجتوهم؟ هذا قانون ديال من اين لك هذا ايها المهاجر. وانا عييت، استثمروا في ديك البلاد ديالكم، خليكم من الكذوب، راه كتاكلوا غير الحرام. انا ملي دخلت لاسبانيا ما خديت حتى شي مساعده. دخلت لاسبانيا عطاونا ناكلوا ونشربوا، مشينا بحالنا واحد 9 شهور. من بعد في 6 من بعد مشينا انتقلنا، مشينا لمدريد كلهم. كنت كنكري راسي انا ما فهمتش. دابا عاد فهمت الله علاش ما خلانيش علاش قصح قلبهم ما بغاش يعاونوني. تصوروا 6 سنين ما كيعطوني حتى ريال الى يومنا هذا. فين ما نمشي يقول لي انت مخرج عندك فلوس ما يمكنش نعاونوك. وانا كنقول يعني قهروني وحقروني. دابا عاد عرفت علاش، لان ربي ما بغاش ليا الشهره. تصوروا دابا انا عندي عقار في الدار، عندي 3 ديال الشقق. كنقول تنمشي شي نهار عاد ما نقادهم وداك الشيء ونبيعهم ولا. وتصوروا دابا كنت ناخذ معاونات ودخلت معكم في هذه المعمعه وعطيتهم الاخبار. انا عزيز على المغرب، المغرب عزيز عليهم، عطاوه كاع الاخبار. عنده 3 ديال الشقات وليدي، كتاخذ عندنا العدس واللوبيا. عمري خديت. فدابا جمعنا عليك نهار دخلتي عندنا 60 مليون حطها، منين غنجيبها؟ اذا هكا غيطرى لكم وليداتي اللي كان تياخذ معاونه وفرحان وهو ما يستاهلش، وكياخذ واحد اخر اللي عايش في الزنقه. وكاين تصور هذاك الشيء اللي كنتو كتاخذوا، راه هذيك المعاونه كانوا غياخذوا هذوك الناس اللي في الزنقه. كتبقاو تاخذوا انتم كتعرفوا تضربوا في السبليونيه، وهذاك اللي ما عرفش كيبات في الزنقه. وكنت كنشوفهم عيني كيعطوا من المرسيدس ويمشيو يجيبوا الزرع ويمشيو يجيبوا الفرماج والحليب والكاشير. مالكم على حالكم على هذه. اليوم بعزم وسنوا عليها وماشي لخاطرهم، ماشي بغاو ما يفرعوكم. قانون اوروبا قالت المغرب ضروري. غادي تنوض البحث، هما غاديش يبحثوا عليكم ويقلبوا عليكم. لا المغرب راه جالس، ولكن
غادي نوض البحث في اسبانيا وفرنسا. راه لي يا سيدي دوك الناس اللي كانوا كياخذوا معاونات شكون؟ فلان وفلان وفلان. صيفط ديك اللائحه كلها صيفطها للمغرب، وعطيوه نقول لهم عطيكم اجل ديال 10 ايام، عطيونا الخبر على هاد الناس. اول حاجه كيمشيو للكونت، يمشيو للعقار، يمشيو للشركات. دونك طق 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 يومين 3 ايام كيصيفطوا لهم اللائحه. هذا السيد شنو عنده؟ عنده الديور، عنده الكونت، غادي يشدوك وغادي يحسبوا لك شحال من شهر كنتي كتاخذ معاونه، ويحسبوا لك داكشي بالدوبل. كنتي كتاخذ الزيت كنتي كتاخذ 400 اورو، كنتي كتاخذ الكرا، عندك اسيدي كنسالوك 80 مليون. ايوا ما عندي نجيبها، انا ما خدام شيء. عندك جوج الحوايج، كيما تجيبها تمشي للحبس، 80 مليون تخلصها، ولا غناخذوك العقار اللي في المغرب. غادي يقدروا يحجزوا عليك حتى في المغرب، ولا غادي يضطروك انك تمشي تبيع داك الشيء وتعطيه لهم، سينو غتدخل الحبس يتابعوك. والمغرب ماشي تقول زعما غادي نخرج من فرنسا وانا كبرت وغندي وليداتي ونعيش في المغرب ونقول لهم صافي سيروا تحاولوا تقبكم. لا، كاين قانون اخر عاوتاني ديال المتابعه ديال انتربول، غادي يتبعوك تما، يرفعوا عليك دعوه، بين كيسالوك 60 مليون 80 مليون، وغادي يدوك العقار ديالك ويدوك فلوس في البنكه وعلى سلامتكم. واحد العدد ديال الناس كنت نقول لهم اجي ديروا مشروع هنايا، ديروا قهوه هنا، ريستورون هنا، لا في المغرب. عاش المغرب، انا ما نقدرش نعيش بلا المغرب، انا المغرب في قلبي، انا المغرب خطوط حمراء خطوط خضراء. وانتم اش داخل راسكم كتقول لبنان ما تاخذش حرام؟ ما الحرام اش انت؟ وهذوك راه غير كفار وانت حصلتي معاهم. والناس اللي كتلعبوا واللي كيطلق مرته ويرجعها بالفاتحه ويبقى ياخذ عليها المعاونه وتكرفيس، كلها غادي تحطوها في. قال لك اللي كلات المعزه فلوطه كتخرج في الجبل، كتحط كلشي داكشي اللي كلاتو. يلا المعيز بالصحه والراحه. انا علاش كنقول لكم هاد الهضره، انا بقيتو فيا ولكن ما كتسمعوش الهضره. كندير فيديوهات وكنصح وكنقول لكم اتقوا الله وما تاخذوش حق الناس، ولكن اللي في راسكم في راسكم، اللي شفار واللي نصاب. شكون اللي ياكل الدق؟ هما دوك النصابه الكبار اللي كانوا كيضربوا يديهم هنا وهنا 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 ويخدم في النوار ويجمع، وفي الاخر يمشي يبني قصر ولا شي حاجه ويردموا عليه. شوف الانتقام ديال الله، ولا يبني فيلا وحيدوها له ويبني ارض. ومالكم على الحرام، توكلوا ولادكم الحرام. ايوا دابا فكايه من ربطتيها. يلا تبارك الله عليكم، ونتمنى الله الناس تلقى الحلول في هذا الشيء، ونتمنى الله هذا القانون ما يطبقش بتفاصيله، راه كارثه بمعنى الكلمه. يلا الجاليه المغربيه في كل مكان كديروا راسكم مطورين مجبتين، ولكن ما كتعرفوش القانون. علاش؟ حيت مجموعين على صار كل كتستافدوا منها، من ميه، من الياس، من العربي، الشاب العربي. ما كتستافدوش بالقوانين وتعرف راسك اش كدير والخطوره. ملي كنت نهضر انا، انت راه كاس كتعطي السبوعه، تعطي السبوعه للفقيه وتعطي السبوعه للحاج العربي وساري كولو. وفي الأخير لا تنسى ذكر الله